سامعين صوت القرمشة؟ هنعمل النهاردة مع بعض بطاطس في الفرن عمركم ما هتفكروا تقلوها في الزيت تاني. اول حاجة استخدمت بيبي بوتيتو، نص معلقة بيكنج صودا ومية، وهسلقها على النار. جبت الروزماري قطعته صغير قوي بالشكل ده، بس فرفضته طبعا من العيدان بتاعته. زيت زيتون، هنزل بالروزماري اديله كده تحميرة، وانزل بقى ب3 فصوص من الثوم. وعايزة الثوم يبقى كريسبي ويكون ناشف شوية بس مش محروق. هصفيه وهاخد الزيت بتاعه، هحط فيه البطاطس بعد ما استوت، بقسمها نصين كده واحطها، احط عليها ملح وفلفل واقلبها بقى بالشكل ده، ما اقلبهاش بمعلقه. عايزه الهري ده هو اللي هيخلي لي البطاطس كريسبي في الفرن. هنزل بيه في صينيه محطوط فيها سيليكون مات او مدهونه بالزيت، ما تحطوش ورق زبده علشان ما تلزقش. وهدخلها الفرن على درجه حراره 200، وفي النص هديها تقليبه على الوش التاني. وبعد ما تخلص خالص هحط عليها الروزماري والثوم واستنى تبرد شويه واحطها في الطبق عشان ما تعجنش. وبس كده الوصفه خلصت، بألف هنا.